وجعفر جعفر وجعفر، حرام انك يا ابني خريت على كل المذاهب. سمعت لك فيديو تدعو للتطبيع، حول ولا قوة إلا بالله. وأنا زنبقتي بصار ابن أهبل جعفر. ها مالك جننت؟ يعني قاعد تدي لك آراء لك كذا، مرة تشقطف لك البخاري، مرة مسلم، مرة قلنا يعني دي رأيه. يعني احنا خلينا تمثل جعفر دور واحد هبل، وانك حفظك الراكور ولا عفلتك الهبالة. يعني مالك تطبيع مو اللي تتنظر له. قالك سمعت لك بالفيديو انت تقول التنظير، فانه والتطبيع مع اسرائيل عاد واحد، ساقنعكم. قلنا نسمع، وسمعنا الحق اللي طرحت الهبله. تجننت ولا مجمع انت ولا عاقل؟ تقول انه فلسطين هذه الارض للفلسطينيين باعوها، هذه حجتك. من قال لك ان فلسطين باعوا ارضهم؟ يعني إذا أبو فلسطيني باع بيته هنا مقبور مدعوس مرفوس من الإسرائيليين، بعد ما اللي صور معاري واللي عملوا بألف وسيلة قذرة من إسرائيل. لما واحد باع بيته، ولا حتى لا واحد باع برضاه، باع بيته، واحد باع كذا، باعوا فلسطين. واحد باع بيت بالقدس والإمارات قاس يشتري منهم البيوت من القدس وتبيع لهم، تستغل حاجتهم. 500,000 باعوا بيوتهم. لكن تكذب إنه باعوا فلسطين. من باع فلسطين ما باعوش فلسطين، هجروا منها، طردوا منها، شردوا منها. ثم إذا واحد باع بيته للاحتلال 5 6 ألف 2000 نفر، هذه حجة تقيمها على إنه خلاص قد الأرض ملكا لإسرائيل. تهبل ولا معك عقل؟ يعني جعفر والله إنك جعف وفر. وبعدين تتكلم عن الذي يسمونه المسجد الأقصى. يا أخي شوفوا، إذا ما أنتم مش مقتنعين بالإسلام والإيمان والله والرسول والمكة والقدس والمقدسات قولوا ولا تستحوش. أما استيهودوا كذا من تحت لا تحت، وقال عز وجل لا تطلوا كذب. المسمى الذي يسمونه المسجد الأقصى أنت هبل. المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، مسجد الأقصى. ثم إن حرمة الأرض الفلسطينية أكبر من حرمة أي مسجد أيضا. هذه وحرمة الإنسان الفلسطيني اللي اغتصبت أرضه وأخذ ودمر. سمعتوا الفيديو حقك كامل؟ يعني فعلا إنك متسكر راكور حق هبالة حق جعفر ولا فلتك له؟ مالك تتهابل. هذه حجة تقولها من أجل تطبع مع عدو إسرائيل. وإذا كانت هذه الأرض للإسرائيل، متى كانت هذه الأرض للإسرائيليين؟ برؤيتهم المكذوبة وإذا كان عنده نص مزور أنا ما يقنعني يعني، ولا حجة. لما أتوا احتلوا فلسطين يا مغفل، أين كان؟ هل احتلوا أرض بور فاضي ولا كان بو شعب وبو حضارة وبو ناس؟ لو لم يكن بو شعب وحضارة وناس، ليش عدد مضرابة الآن فلسطين؟ كان أخذوها أرض باب وشحد ساكن، ليش سكنوها؟ جاي اليوم تناقشني إنه فلسطين حق فلسطين مش حق فلسطيني؟ والذين الجماعة الإسلامية يقودون الشباب ويقرحون رأسه، فكيف كذا؟ أنت هبل ولا معك عقل؟ هتكوا أعراض، دمروا، قتلوا، سحلوا، احتلوا، سرقوا الأرض. شعب قائم وأمة وحضارة، وجاءوا على طول على أرض قائمة، على شعب، على دولة، واحتلت مثل ما احتلت بريطانيا اليمن، واحتلت كل الدول. احتلت فلسطين دولة قائمة بشعبها بكل شيء، وأتركت اليهود وعملت لهم دولة. كل الاحتلال غادر إلا أنهم جلسوا لأنهم قمامة بلا فلافين من كل مكان. هل أنت جيت تقنعني تنظر؟ يا رجال استحي على نفسك. والله اليهود ما يقولوا ذا الخبر اللي تقوله أنت، يقولوا إنهم يجزموا يقولوا ذا الخبر. والجماعات الإسلامية التي ردتوا إقدام جماعة الإسلامية نغمة محمد بن زايد وبوقته العهر حقكم، هذا حق محمد بن زايد وشلته. الجماعات ردوا قضية الجماعة الإسلامية فلسطين مش جماعة الإخوان المسلمين. فلسطين مش قضية الإخوان المسلمين ولا قضية الجماعة الإسلامية. فلسطين قضية شعب وأرض وتاريخ. شهداء قوافل 100,000 ضحوا من أجل أرضهم. اليوم احنا شردنا من بلادنا من داخل تعز، جاءوا
القواد الإيراني ده عبد الملك الكلب هذا خرجنا من داخل تعز، الآن داخل الحنين لبلادنا ولأرضنا، والناس مشردين عشان نرجع بلادنا. هو احتلال من واحد سافل عاش بيننا وأكلناه وشربناه وأعطيناه الجنسية اليمنية وسميناه عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. هو واحد فارسي قذر كلب جمع له مجموعة طراطي وقسل بلادنا. كيف الفلسطينيين اللي أخذت عليهم 60 عام هم مشردين ما عادوش بلادهم؟ ما عند أبوك إحساس؟ يعني يرسلوا لك مصاري في الإماراتيين ولا مدري كيف ولا مدري إيش قصتك أنت؟ شهرة ولا ما تشتيمها تهبل. جعفر عقل جعفر يعني ذنبك تبصر أهبل هذا. حول ولا قوة إلا بالله. أنا أقول لكل الشباب اسمعوني كما بو موقع من الجنان من الفراغ هذا واحد في فرغي لا مهرة ولا عمل، يعني حاسس كذا بعدم شوفوا أنا أقول لكم كمان الإعلام بكل مهنة مرض الشهرة والفن والذا. الفنان اللي جالس فترة ما اشتغلش ولا جالس كذا يحس انه غاب على الجمهور، فيجي يقرح له من هذين التهبالات عشان ايش؟ يقول والله عادوا هلو. يا اخي اعمل لك مسلسل، اعمل لك عمل قريب، صار لك مسلسل، جي شارك معنا بمسلسلات جي بدل الفرقة جالس لك ساعة يهوتك فلسطين ساعة. جعفر يعني ادينا لك الدور اهبل هذا ومسكبه وبقيك هبل من صدق يعني. ما تقول أنت غير قابل للنقاش، مش لأنه إحنا ضد النقاش، نتناقش بس كلام هبل. باعوا أرضهم، من باع أرضهم؟ يقرح راسه، أيوة من أجل الأرض يقرح راسه طبعا. ألا تستاهل الأرض والعرض والوطن ما يستاهلش، الوطن ما يستاهلش أنت تموت من أجله؟ قيمة الشهادة من أجل وطنك هذه عيب؟ تهبل؟ ثم متى كان اليهود أصلا حتى اليهود يعني نفسهم ما يقولش الخبر اللي تقوله أنت، هم مدركين ومؤمنين وعارفين انه جاءوا قالوا جدهم كان هناك وجاءوا قبل 100 سنين، لكن هم عارفين لهم 60 سنة واغتصبوا الأرض. حول ولا قوة إلا بالله. رسالة لكل من يسمع أهبل هذا وغيره من الهبل هي طبيعية، يعني هي أمر طبيعي يخرج لك من الفراغ والدناق. والآن مع وسائل التواصل الاجتماعي المفتوحة تسمعوا لكم من هذه الغثائيات وكذا، لكن يعني لا تلتفتوا لهذه الأصوات الهبلة، أصوات اللي بلا حجة بلا منطق بلا عقل. لا تسمحوا لهم يحصل لهم لايكات ولا يحصل لهم كذا على حساب قضية وجود بالنسبة للشعب. ضحى هم إخوتنا أهلنا، الدم اللي يقرب عروقنا هو نفس الدم اللي يقرب عروقهم، وهذه أرضهم. إذا ما كانش عندك غير على دين وقضية دين وإيديولوجية وفكر ومدري مو، لا قضية إنسانية. هذه أرض لشعب شرد، ناهيك عن كوننا مسلمين ومؤمنين، والمسجد الأقصى واحد من مقدساتنا، ناهيك عن أن هذه الأرض المقدسة أرض لنا، وهي أرض وقف لكل المسلمين مش للفلسطينيين بس. سبحان الله، هذه سنة الله. في الطريق يطلعوا لكم هذول الناعقين الغربان هذول ينعقوا تمام. لا ما تضرش فلسطين، قاقوا غير هذا جعفر هذا قاقوا لك كم جعافير عبر التاريخ. يظهر لك ماذا أصحاب الدرهم أصحاب الريالين أصحاب يعمل لهم هذا التوافه، وتبقى فلسطين ويبقى شعب فلسطين قوي صامد ناضل. أحد 5 6 10 20 100 200 باعوا لهم بيوتهم من جوع. نقول باعوا، لقد باعوا فلسطين أليس هذا تبصر الهبل هذا مطبعين يقول فلسطين نفسهم باعوا فلسطين. يا أخي أنا قاوع أنا وقهالي مشرد وضرب، وكل يوم المستوطنين فوق رأسي كل يوم يعملوا لي 1000 قصة. والله لو تشوفوا كيف إسرائيل تعمل من خطط على الفلسطينيين، يعني خطط مرعبة لما تخلوه يبيع بيته. شغل يهود بعد صامت وبعد يا أخي بشر ضعف. نقول خلاص قبع بيته قبع فلسطين الدولة الأرض جنينك والله جنينك ولا حد عقلك. لا حول ولا قوة. ايش تعقل يا جعفر؟